بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي وفيديو جديد على قناتي، قناة سوبر ماما. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. النهارده هنعمل مع بعض العزيزية الدمياطي، طريقة سهلة وبسيطة جدا هتعجبكم جدا جدا. هنعمل خطوات بسيطة كده تعزز معانا الطعم وتدينا طعم جميل جدا. وصفة النهارده سهلة وبسيطة. لو عندنا بس مج مليان زي ده كده نمليه شعرية، او ممكن نعمل اي نوع مكرونة، او ممكن نسلق كنافة من عند الكنفاني، ونجيب برضو شوية كنافة نسلقهم. كل دي هتطلع معانا نفس الطعم، سهلة وبسيطة جدا. النهاردة هنعملها بالشعرية. بسم الله على بركة الله. هنبدأ الوصفة معانا زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزين غير مج شعرية ولتر لبن واحد. تمام كده. اول حاجة هنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. هنبدأ نسلق المج الشعرية ده بمية مغلية زي ما انتوا شايفين كده، يعني عليه حوالي كوبايتين مية على مج الشعرية. وبعد كده هنسيبها على النار تستوي سوا كامل لغاية ما نحس انها اتهرت كده زي ما هنشوف كده مع بعض. هنسيب الشعرية تتشرب المية دي كلها كده وتستوي على الاخر خالص لغاية ما نحس ان الشعرية اتهرست معانا خالص كده. ممكن كمان نهرسها بالهراس، وممكن نسيبها تمام السوا زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنسيبها لغاية ما تستوي خالص. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة كده، عبارة عن كوباية شعرية بس ولتر لبن واحد وحاجات مقادير بسيطة كده زي ما هنشوف مع بعض. وهنعمل مع بعض أحلى صينية عزيزية. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نقلب فيها كده لغاية ما تستوي. بعد كده هننزل معانا باللبن. ما تنزلوش باللبن يا حلوين غير لو احنا متأكدين ان الشعرية اتهرست، يعني درجة جامدة جدا من السوى، علشان ما تشدش مننا اللبن. تمام كده. بعد كده حطينا اللتر اللبن زي ما انتوا شفتوا. وبعد كده هنعمل المقادير البسيطة بتاعتنا دول: 5 معالق سكر. انتوا ممكن حسب التسكيرة بتاعتكم ممكن تزودوا سكر، ممكن تقللوا عن كده. انا هنا عاملاها 5 معالق. وبعد كده هنجيب شوية لبن من نفس اللتر اللي احنا مستخدمينه. خدت حوالي نص كوبايه لبن زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تقلبوا النشا في ميه عادي جدا. تمام يا حلوين. هنحط فيها 4 معالق نشا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عايزه منكم كومنت لطيف كده وتقولوا لي ايه رايكم. يا رب وصفه النهارده تعجبكم باذن الله. هنقلب كده النشا مع بعض زي ما قلت لكم في لبن، او ممكن نص كوبايه ميه دافيه عادي، ميه ساقعه عاديه. تمام كده. بعد كده هنقلبهم وهننزل بيهم عليها كده. بعد كده هنضيف معانا النشا ومعلقة سمنة كده عشان تنكه الطعم معانا كده وتعززه وتدي لها طعم جميل جدا هتعجبكم بجد. بعد كده هنبدأ بقى نضيف بقية المقادير زي ما انتوا شايفين كده. هي معلقة سمنة واحدة، ممكن تستغنوا عنها. انا هنا بستخدم سمنة جنة، انتوا استخدموا النوع اللي يعجبكم. تمام كده. لو عندنا قشطة ممكن تضيفي معلقة قشطة جميلة جدا جدا، لكن انا من النهاردة الحقيقة ما ضفتش اكتر من كده. زي ما انتوا عارفين بأقل التكاليف بنعمل احلى وصفة تعجبكم جدا، طعمها تحفة. معلقة السمنة دي عايزة اقول لكم عشان لو ركنتوها في التلاجة لفترة بتديها طعم جميل جدا ما تشدش معاكم. بعد كده بقى هنفضل نقلبها كده. لسه ناقصنا يا دوب كده في الوصفة ان احنا هنضيف لها فانيليا. ويبقى كده وصفتنا النهارده جهزت سهله وبسيطه اهي. يا رب تعجبكم ان شاء الله وجربوها كده وتقولوا لي ايه رايكم. بعد كده ضفت لها بقى كيسين الفانيليا زي ما انتوا شايفين. يبقى احنا النهارده عملنا العزيزيه. هنفضل نقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما النشا تدوب وتبدا العزيزيه تتماسك معانا. درجه تماسك هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم انا هنا ضفت 4 معالق نشا. مش طالبه يا حلوين تخلوها تقيله علشان ما تشدش معانا لما تبرد. بعد كده خلاص كده وصفتنا خلصت. يلا بقى نجيب الصينيه اللي هنجهز فيها الصينيه ونسيبها تبرد شويه. وبعد كده هندخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنفرشها بمعلقتين سمنه زي ما انتوا شايفين كده. يا رب وصفه النهارده تعجبكم وتكتبوا لي كومنت لطيف زيكم كده وتقولوا لي ايه رايكم، وتحاولوا تجربوا العزيزيه الدمياطي زي ما قلت لكم. ممكن تعملوها بالشعريه زي ما انا عملت النهارده، وممكن تسلقوا كنافه. تمام كده. بعد كده بقى هننزل بقى بالعزيزية اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بلتر لبن واحد بس عملنا صينية قد ايه.
يلا جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. بعد كده هنسيبها لغاية ما تهدى شوية كده، وتحاول تعمل الوش اللي هو التشميع اللي فوق كده قبل ما ندخلها الفرن. بعد كده هندخلها الفرن. حيطة خطيرة جدا جدا، هتطلع بالشكل الجميل اللي معانا ده. ممكن نلمعها بسيرب من فوق او معلقة عسل نحل عشان تدينا اللون اللي انتوا شايفينه. احنا كده النهاردة عملنا مع بعض العزيزية الدمياطي. يا رب الوصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. هنسيبها حلوين حوالي 3 4 ساعات كده او ساعتين 3 كده، حسب ما تاخد معانا وتبرد. بعد كده تقطعوها وتقدري تضيفيها في التلاجة عندكم. يا رب وصفة النهاردة تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.